لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. كان نفسي اقول ان ده ماتش الزمالك وبتروجيت، ماتش للنسيان، ولكن دي العاده ودي الطبيعه بتاعه الزمالك. احنا كجمهور زملكاويه تعبنا وزهقنا وملينا وقرفنا، خلاص ما بقاش. شوف، عشان بس دي نفضل نتكلم ونقول ان الاهلي ده فريق حكام، والاهلي ده فريق فساد، والاهلي ده فريق رشوه، والاهلي ده فريق مش عارف ايه، نفضل نتكلم. احنا يبقى في ايدنا الفرصه ونضيعها، انما الاهلي يمسك في الفرصه عمره ما يضيعها. هوب يلعب يفوز 4-0، 4-0، ويبقى فارق ما بينه وبين بيراميدز النقطة، اللي هو ايه، بيراميدز لو اتعادل في ماتش من الثلاثة اللي فاضلين الزمالك هياخد الدوري. يا ريت شفت الغلطة، أنا نفسي الغلطة بتاعت اللفظ اللي أنا قلته دي تبقى صحيحة، وأقول إن الزمالك هياخد الدوري. بس الزمالك ده يا رب، يا رب نلعب دوري أبطال. إحنا الحمد لله كده المصري بعدينا فاضل له ماتش، لو لعب وفاز هيبقى بيننا وبينه نقطة. يعني إحنا لو اتعادلنا ماتش كمان والمصري فاز الماتشات اللي باقية ليه، إحنا هنبقى مركز رابع. يعني هنلعب فين كده؟ يعني احنا لا ابطال ولا كونفدراليه ولا حاجه، احنا كده في الهوا. وده الطبيعه بتاعتنا، ودي اللي احنا، انا مش عارف اقول ايه، مش عارف اقول ايه غير حسبي الله ونعم الوكيل. غير حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما اقدرش اعاتب ولا الوم المدرب اللي جاي بقاله 48 ساعه. ما هعاتب اقول ايه، هعاتب اقول ايه، ده راجل لسه ما حفظش اصلا اسماء اللعيبه. انما اللعيبه، طب يا عم زيزو، لو انت زعلان ومتضايق قوي عشان الخلافات بتاعة التعاقدات، وانت عايز مبلغ معين وهم لا عايزين يدفعوا مبلغ معين، خلي الكلام ده بره. طب ما صلاح اهو، صلاح برضو لسه ما اقتنعش، او لسه ما قالش امين مع الخلاف اللي ما بينه وبين ليفربول في التجديد او لا، ومع ذلك موجود. بنزل ارض الملعب انسى كل الكلام ده. الكلام ده ليه وقته، والكلام ده ليه حاجته، والملعب ليه حاجته تانية. خليك كده برضه. يعني بلاش الموضوع يبقى عبارة عن خلاص انا في خلافات وفي انا طالب مبلغ معين وهم عايزين يدفعوا مبلغ اقل، فبقى فيش تركيز ابدا كده. الحاجات اللي الفرصه اللي انت ضيعتها ده، لو جبت لاعب من دوري الدرجه الرابعه هيجيبها. بلاش حرق الدم كل شويه، وحد يرجع يقول لك ليه النادي، لا النادي الاهلي متفوق، والنادي الاهلي احسن، والنادي الاهلي اعظم. ليه؟ لانه عنده استراتيجيه واضحه، وعنده لعيبه رجاله، وعنده اداره ناجحه جدا، اداره ليها قراراتها الثابته الاساسيه، مش اي حاجه وخلاص. مش هقول حاجه غير حسبي الله ونعم الوكيل، والدوري ضاع.